1 2 3. بعد الوساطة الباكستانية في إيقاف الحرب ما بين إيران وأمريكا لمدة أسبوعين، بيعبث بدماغي كده سؤال خطير جدا. سؤال كينج الناس كينج العالم. هو ليه يا كينج أمريكا مش عاوزة تدمر إيران بشكل كامل؟ جيم جواب. السؤال النهارده خطير جدا. هيعبث بدماغك ويسافر بينا سويا إلى منحنيات جبلية في كوكب كليبتون غير طبيعية، هترجع منها إنسان تاني، بس لازم أكون متأكد إن أنت النهارده مش راجل تقلية. هو النهارده إيه؟ الخميس؟ لا، يبقى ممكن في تقلية النهارده. بس معلش استحمل معايا. ليه؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم ناخد الموضوع تتت. العلاقه ما بين ايران وامريكا عامله ازاي يا كينج؟ ايران بالنسبه لامريكا خنجر في ظهر المسلمين. كانت امريكا تسمح لايران بالتوغل والازدهار والسعي وراء اكمال الامبراطوريه الفارسيه طالما ان ايران بتضرب في المسلمين. فكده عند امريكا زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. امريكا بترضي شهوه ايران تجاه بلاد المسلمين. خشي واعملي اللي انت عايزاه. انا كامريكا مش خايفه منك. مش خايفه منك ليه؟ لانك بتخشي تدمري، ومفيش اي امبراطوريه في الدنيا بتعيش على انقاض. تعال بص كده للصين ماشيه في العالم ازاي، وبتعود الامبراطوريه الصينيه ازاي. بتدمر؟ لا، تبني علاقات، تبني نفوذ، تبني علاقات اقتصاديه، تسلف فلوس وتستولي على مواني. انما الصين ما بتخشش تدمر، لان اللي بيدمر ده لازم يكون امبراطوريه عظمى زي امريكا كده. انما حد عايز ينشا من تحت الرماد لازم يبني علاقات. فامريكا مش هبله ولا عبيطه. هي فاهمه كويس جدا 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 ان طول ما ايران بتخش تدمر كده ايران دي عبيطه هبله. لكن وقت ما ايران تتعدى حدودها وتطمح في انها تكون لاعبه شطرنج مش قطعه شطرنج في ايد امريكا، وقتها لازم يتم تاديب ايران وارجاعها للحجم الطبيعي. انت عايزه تبقى معاك نووي؟ عايزه تقعدي معاها على نفس الترابيزه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ اتجننتي؟ لا، انا متفق معاكي في المصالح وبديكي مساحه من الحريه تتوغلي فيها وتعملي اذرع في ايران وفي العراق وفي اليمن. اعملي اللي انت عايزاه طالما انت بتدمري المسلمين، مش مشكله. انا كده ديتك عندي معروفه. هخنقك وهخنق اذرعك وهطلع ميتين امك وهوديك في داهيه. لكن ان انت يبقى عايزه تبقي لاعبه اساسيه في الجيم وتقعدي معانا على نفس الترابيزه ومع معاكي نووي، لا، ما ينفعش انا كامريكا افقد السيطره عليك كايران. لكن امريكا والكيان وجدوا ان ايران عايزه تبقى لعيب كبير قوي قوي في الجيم، عشان كده كان لازم يضربوها الضربه اللي هم بيضربوها دلوقتي. لكنهم، ركز بقى معايا كده، وجدوا في ايران احترموها بسبب صمودها. ما كانش يتوقع ابدا لا الداخل الامريكي ولا الكياني ان ايران تصمد بهذا الشكل. هم كانوا مقررين قبل تلك الحرب يا جماعه ان هم يستبدلوا ايران كخنجر في ظهر المسلمين. كده كده لازم يكون في خنجر في ظهر المسلمين، لازم. فايران مشيت، او هم عايزين يمشوها، يبقى كان لازم يجيبوا الايه، المحور الجديد بتاع مين؟ اللي هو الاتفاق ما بين الهند والكيان وقبرص واليونان واثيوبيا وفاجنر زد. المحور ده هو اللي كان هيكون الخنجر الجديد مكان ايران. لكن صمود ايران اثار حفيظه واعجاب واحترام امريكا والكيان. لان خلي بالك في الصراعات العسكريه او في الصراعات حتى الشخصيه، طول ما الشخص اللي قدامك بيصمد هو بيكسب احترامك. لكن برضه يا كينج بعيدا عن كل الكلام ده، طب ما يا كينج امريكا تضرب ايران وخلاص بقنبله نوويه. بعيدا عن استحاله ذلك طبعا لجغرافيه ايران. احنا اتكلمنا في فيديو اسطوري قبل كده عن استحاله ذلك، لان جغرافيه ايران ممكن الاشعاع يروح للكيان، وممكن الكلام ده يدمر النفط في الدول العربيه فياثر على الاقتصاد العالمي. لكن في جزء اكيد حته صغيره كده ممكن تحصل. ممكن ترامب ده يكون مجنون فعلا ويطلع يعمل كده. وبعيدا عن استحاله ان اصبح في بلاد في المعسكر الشرقي عندهم نووي زي الصين وروسيا ممكن يستخدموا ده. بعيدا عن كل ده، ليه صحيح ما يستخدموش نووي على ايران ويخلصوا منها؟ ليه امريكا مش عايزه تدمر ايران بشكل كامل؟ واكيد من وراء امريكا الكيان. ركز بقى معايا كده. اللي هيقول لي يا كينج عشان طاقه الخليج، اصل امريكا خايفه ان يعملوا كده في ايران او يدمروها جامد فايران ترد على دول الخليج وتدمر لها محطات التحليه ومحطات الطاقه. يا امريكا يا حنينه، هي امريكا خايفه على دول الخليج؟ انتهى بليله. انت عبيط. ما عادي جدا، ايه المشكله يعني لما الدولار يحصل له تضخم شويه سنه 4 سنين ويتم تعديله من تاني وخلاص مش مشكله. اللي هيقول لي عشان
اصل ترامب طلع في مره يا كينج قال ان احنا عايزين اللي جاي بعد كده في ايران بعد تغيير النظام يلاقي حاجه يمسكها. يا امريكا احنا هنا تاني. يعني هو اللي هيجي بعد كده في ايران ويلاقي ايران كلها متدمره هيقول لهم يا نوت يا وحشين ويمشي؟ السبب الثالث ودي حاجه انا وقعت فيها، عشان يسرقوا نفط ايران. بس معلش يا كينج، ما هو كده كده نفط ايران ده كان خارج من السوق العالمي، ما بيخشش، كان بيروح للصين عباره عن قنوات مخفيه واسطول الظل وحاجات اصلا ما بتخشش الاقتصاد العالمي ولا بتاثر على الدولار. فكده كده حتى لو دمروا محطات الطاقه ممكن يقعدوا سنتين ثلاثه على ما يبنوها تاني كامريكا بقى، وهي تستولي على نفط ايران بعد سنتين ثلاثه. مش مشكله يعني يا كينج. السؤال السبب الرابع بقى، واللي انا اعتقد بنسبه كبيره جدا هو ده الصح. امريكا ما ينفعش انها تدمر ايران بشكل كامل، لا، لازم تقلم اظافرها بس ترجعها لوضعها الطبيعي. ليه؟ لان ايران دي هي راس الحربه في النبوءه التوراتيه الانجيليه اللي مخليه الكيان يعمل كل الحروب بتاعته دي. نبوءه توراتيه انجيليه، الجزء حيث تتشابك الاحلام التوراتيه باقامه مملكه لليهو في فلسطين او من النيل للفرات، تتشابك تلك الاحلام التوراتيه مع الاحلام الصهيو انجيليه في اقامه مملكه المسيح الدجال على الارض، حيث ينزل ويحكم الارض 1000 عام ويقضي على كل قوى الشر. تتشابك تلك الاحلام، لكن هناك راس حربه في الموضوع. راس حربه في الموضوع اخبرنا عنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه، حيث يتبع الدجال 70,000 من يهود اصفهان. اذا لازم تعرف ان في اختلاف في رؤيه امريكا والكيان لايران. بالنسبه للنظام الايراني الطامع والحالم في ان هو يكون الامبراطوريه الفارسيه والخ الخ الخ الخ، دي حاجه، والناس الموجوده في اصفهان واللي ما ينفعش ان هم يتم دسرهم او بيتم انتهائهم او بيتم ان هم يعيشوا في حالات مش كويسه، دي حاجه تانية. 70,000 من يهو اصفهان سيتبعون المسيح الدجال عشان يحققوا حرب هرمجدون، ثم الحلم التوراتي في إقامة مملكة لليهو في فلسطين، ثم الحلم الإنجيلي بإقامة مملكة للمسيح الدجال على الأرض، حيث ينزل الأرض ويحكم 1000 عام. عشان كده أمريكا القادرة على تدمير إيران 100% لن تفعل ذلك.